حضرتك بتقول طب كمان انه الاواني دي بتعيش، ممكن تعيش العمر. طبعا هي بتعيش مدى الحياه، لان في حاليا يعني النهارده ممكن اي حد، بس طبعا مش في مصر، يعني لان احنا ما عندناش الصناعه دي، ما كانتش موجوده في مصر. ولكن في امريكا مثلا في حاجات ممكن يعني تلاقي معارضين طاسه مثلا بقى لها 200 سنه، مصنوعه سنه 1800 مش عارف كام. لسه عايشه ولسه صالحه اه للاستخدام. اه 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 اه. هي بتتورث يعني زي ما بيقولوا يعني. طب يعني فكره ان انت بتصنع منتج بيتورث، ده بيخليك ان انت ما تنتجش، يعني انا قصدي اي حد بيصنع حاجه عايز بقى انه تستهلك علشان اجيب غيرها واجيب اللي بعديها واللي بعديها. انا كده اي عيله او شخص بيشتري طاسه خلاص ما بيشتريش منك تاني. كلام حضرتك صح الى حد كبير، ولكن احنا يعني مثلا هدي حضرتك اكزامبل تاني. في شركه امريكيه وهي اكبر مصنع في العالم لصناعه ادوات الطبخ اللي هي الزهر، الطاسات والداتش اوفنز والحلل والكلام ده كله. الشركه دي قائمه من سنه 1886 ولسه يعني جوينج سترونج، شغاله بقوه لحد النهارده يعني. هي اللي حضرتك بتقوليه صح 100%، اللي هي اتس نوت يعني مش سلعه من تستهلك ونجيب غيرها ونجيب غيرها ونجيب غيرها، زي مثلا الاكل وغيره 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 اللي هي الاف ام سي جيز يعني. ولكن البرودكت مثلا حضرتك النهارده جبتي سكيلت ليها استخدام معين، مش هتقدري اسمها تعمل ايه؟ سكيلت طاسه اللي هي حابه اعرف. المقلاة. حابه اتعرف. اللي هي المقلاة يعني اه، طاسه. القلايه العاديه القلايه اللي بتقلي فيها الحاجات. بالظبط، دي اوكي. دي سكالت. سكيلت اوكي، من الزهر. اسمه ايه؟ من الزهر. اوكي. كاست ايرون، معموله من الكاست ايرون. كاست ايرون. اوكي. بالظبط. فدي مثلا ليها استخدامات معينه، وكل حجم ليه برضو اه، استخدامات فانا هبقى مختلفه. بشتري منك احجام وانواع، بالظبط. لكن مفيش حاجه منهم هتجرى لها حاجه واديهم لاولادي وولاد ولادي طبعا وهيورثوا. طبعا طبعا، بس هتحتاجي بقى انت تجيبي الحله، هتحتاجي تجيبي مش اسعارهم بقى على كده غاليه؟ اسعارهم يعني زي الاواني العاديه، وكومبيرنج طبعا بالمستورد هي ربع سعر المستورد طبعا. بس سعرها سعر الاواني العاديه اللي بنستخدمها، اللي مش ظاهر في البيت عادي. الى حد كبير سيراميكس والحاجات دي. الى حد كبير جدا يعني يعني. مش غاليه قوي. لا 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 لا. طيب، رحلتك كانت شويه مثيره للانتباه بالنسبه لي. مدرس في الجامعه، ورحله تدريس فجاه لبزنس ملوش علاقه يعني بحاجه اللي كان بيدرسها خالص. فالشيفت حصل ازاي ما بين الاستاذ في الجامعه، وده بيحتاج مجهود ودرجات ودكتوراهات وحاجات وبعد كده تتحول الى البيزنس؟ ايه اللي حصل؟ هو انا يعني التدريس ده كان شغفي وكان هدفي من وانا صغير. انا بحب الادب جدا، وكنت يعني وانا عارف ان انا عايز ادرس ادب وعايز ادرس ادب ليترشر. يعني كنت بدرس حاجه اسمها comparative literature، ادب مقارن. ادب. مقارن. اوكي. ف ان انجلش. هو انجلش طبعا، يعني قسم انجلش، قسم لغه انجليزيه يعني. ولكن من قبل، من وانا في الجامعه كنت على طول بشتغل في حاجات تانية. كنت بألف مزيكا مثلا، وعملت حاجات بروفيشنالي يعني، مزيكا اعلانات مش عارف ايه، مزيكا ايه ده؟ لا 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 لا، الموضوع كبير يا جماعه. افلام قصيره، كلام من ده. واو. اشتغلت طبعا حاجات بقى كتير جدا في ماركتنج، في ايفنت بلاننج، في كذا وكذا وكذا. بس كان على طول انا هدفي اللي انا اعمل او اشتغل في يعني في الادب وادرس. لحد ما جات لي او خدنا فكره او الخطوه اللي انا ننشئ شركه بتاعت جريف. وده بقى غير اتجاهي تماما، لان انا امنت بقى بالفكره جدا، امنت بالمنتجات جدا، امنت بالحلم اللي انا عايز احققه جدا. ايوه، هي الفكره جات لك ازاي؟ كنت يعني كنت لسه متجوز جديد، وانا ومراتي كنا جايبين حاجات اللي هي بقى الكاستاين عادي، كنا جايبينها ادوات من طهي طبيعيه. لا، وكنا جايبين كاستاين، بس اوكي. كنا جايبين قطعتين كده من امريكا، كان غاليين جدا. حبيت بقى لما استخدمتها وجربته كده، وانا بحب الطبخ عاده يعني يعني عشان كده انت اساسا بتحب الطبخ، فحولت هوايتك لبزنس. يعني لحد استثمرت في هوايتك يعني. بالظبط. اوكي.